رحلة الضياع ثم العودة من العدم في عام 2007. كان شاب اسمه محمد واقف على شاطئ البحر ينظر للأفق وكأن حياته كلها واقفة هناك. لم يكن فقيراً فقط بل كان ضائعاً. ترك دراسته، اختلف مع أهله وسافر إلى بلد غريب بحثاً عن حلم، لكنه لم يجد إلا نفسه. في البداية اشتغل أي شغل يجي قدامه، غسيل أطباق، تنظيف شوارع، تحميل بضائع، لكن المشكلة لم تكن في العمل، المشكلة كانت في داخله. كل ليلة كان يرجع لغرفة صغيرة جدا، يجلس على الأرض ويقول لنفسه: أنا مين؟ وليه أنا هنا؟ ومع الوقت بدأ يفقد الأمل. أصدقاء السوء ظهروا، السهر، الضياع، والطريق بدأ يسحبه أكثر. وفي يوم خسر كل شيء، الفلوس، الشغل، حتى المكان اللي كان بينام فيه. أصبح ينام في الشارع، تحت البرد، تحت المطر، تحت نظرات الناس. وفي ليلة شديدة البرد كان جسده يرتعش وعينيه شبه مغلقة، وكانت هذه اللحظة إما نهاية أو بداية. وفجأة سمع صوت رجل يقول له: لو فضلت كده هتموت. فتح عينيه بصعوبة، رأى رجل كبير في السن يمد له كوب شاي دافئ. هذا الرجل لم يعطه مالاً، بل أعطاه جملة واحدة غيرت حياته: مشكلتك مش إنك ضايع، مشكلتك إنك استسلمت للضياع. الجملة دي دخلت قلبه كأنها صدمة. في اليوم التالي قرر يبدأ من جديد، بدون خطة، بدون مال، لكن لأول مرة كان عنده قرار. اشتغل مرة تانية، ولكن هذه المرة لم يكن يعمل فقط، كان يتعلم. تعلم لغة، تعلم مهارة، وبدأ يبعد عن كل شيء كان يضيع حياته. مرت سنوات، ببطء، بتعب، بفشل، لكن بدون استسلام. وفي يوم وقف نفس الشاب، لكن هذه المرة أمام شركته الصغيرة. نفس البحر، نفس المكان، لكن إنسان مختلف.